أبي أتى العيد وأنت في أحضان قبرك، فأسأل الله العلي العظيم أن يجعل قبرك روضة من رياض الجنة، ويجعل عيدك أجمل في الجنة. اللهم في كل دقيقة تمر على والدي وهو في قبره أسألك أن تفتح له بابا تهب منه نسائم الجنة لا يسد أبدا. يا رب ارحم موتانا وموتى المسلمين، ربنا يرحمك يا بابا ويجعل مسواك الجنة يا رب، ويخلي لي أمي وإخواتي. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب. وحشتوني جدا يا بنات، وحشتوني يا بنات جدا 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 جدا. يلا العيد ما يحلاش غير في بيت أمي، بيت البركة، بيت الخير، البيت يعني هو ما ينفعش العيد أكون أنا موجودة وما روحش عند ماما فيه. رحت خبطت عليها من بدري، صحتهم وعملت لهم جو في المكان، وجايبه بقى انا مجهزه الحاجات من قبلها بيوم، جبت لهم الفواكه وجبت لهم البيبسي، جبت لهم كل حاجه. وجيت بقى تاني يوم قلت ايه، نعمل الفطار. وده الفطار يا بنات مش الغدا بتاعنا، الغدا بتاعنا هيوصل لكم في فيديو ان شاء الله، ان شاء الله فيديو لوحده. قلت نعمل ايه بقى، تعالوا نشوف. نزلت بمكعبات دي مش عارفه دهن ماما جايباه ولا اسمه ايه، بس مش اللي هو برضو يا بنات اللي هو ليه ريحه الوحش اللي انا دايما اكلمكم عنه ده نزلت بيه مع شويه زيت، بدا ان هو يسيح تمام. وحطيت طاسه كبيره فيها بصل، والطاسه التانية فيها بصل، بمشي بنفس الخطوات. طبعا نحط رشه ملح ورشه ملح هنا، ونحط كمان اللهم صلي فلفل اسود تمام. انا عايزه اقول لكم بقى، انا عملت معاكم الوصفه دي ممكن كتير، بس المرة دي عملتها ايه، بمزاج، عملتها بحب، لان كل النهارده اللي موجودين انا بحبهم، ماما وجوزي واخواتي، وطبعا في ناس معزومه عندنا النهارده، فعملت لهم الاكل بصوا بحب. عملتها بتركات كده، كام تركايه بس يا بنات كانت بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. احلى صينيه لحمه بحلويات وكبده، بصوا طعمها جميل جميل جميل. ما حبيتش ان انا اعمل كله على صينيه واحده تمام. طبعا التركات جايه. ده الكبده بقى المره دي انا ما حطيتش عليها معلقه خل عشان تنزل الدم، انا حطيت عليها ليمونه. واكتشفت ان الليمون لما تحطي فيه الكبده قبل ما تبدأي بيها بصراحه احلى كتير من الخل تمام يا بنات. البصلة انا نزلت باللحمة هنا ونزلت بالكبدة هنا. لما البصلة اتكرملت خالص، انا عايزة السكر اللي في البصلة يطلع. انتوا فاهمين يا بنات ان البصلة تدبل قوي، البصلة لما بتخليها تدبل قوي بتسكر اللحمة، بتسكر الكبدة. بزود انا طبعا اللهم بارك الزبدة. طبعا الزبدة دي خلصت في العلبة، بس طلعتها بقى عشان نعمل الاكل بقى والغدا والحاجات، يومنا لسه طويل. المهم ننزل بقى ايه، فصين توم على الكبده، فصين توم، ايوه طبعا انتوا حفظتوني. نقلب فصين توم، طلعتهم بالظبط بالظبط، هما فصين توم بس طعم وريحه، بيخلي سكر كده. وبعدين الدهن اللي ماما اديتوني في الاول مع شويه الزيت اللي هي الحلويات دي، طبعا اللحمه دي معاها حلويات، انا مش عارفه يعني ايه حلويات، بس هي زي، مش عارفه برضو، مش فاهمه، بس حاجه زي السمين كده، مش فاهمين. نحط هنا واحدتين حبهان، واحده ورق لورا مع اللحمه. طبعا انا لحد دلوقتي ما نزلتش غير بملح وفلفل اسود، لان هي لسه ليها تركات تمام يا بنات. صلوا على النبي بقى، ما تنسوش تشتركوا في القناه، وكل سنه وانتم طيبين والناس اللي بتحبوهم بخير يا رب. نزلت بطماطمايه مقطعاها مكعبات، وقرنين فلفل، واحد احمر وواحد اخضر وسبايسي. وعايزه اقول لكم يا بنات انها سبايسي، بمعنى سبايسي يعني شطه شطه، انتوا فاهمين. اهي الكبده برضو في الوقت كنت نسيت ادق لها توم، هدق لها توم واحط لها فصين برضو. الكبده يعني قرفه، الكبده يعني ايه، رشه قرفه. وحطيت على اللحمه بصل، وهنحط كزبره وكمون وملح وفلفل اسود. وفي الاخر خالص اول ما اجي اقفل عليها احط لها رشه جنزبيل. هي دي بهارات الكبده، وطلعت زي العسل. كمان بالدهون اللي ماما حطتها الاول دي، هي قطعتها لي بصراحه وطلعت خيال، مخليه الاكل عسل عسل عسل. طبعا احنا قلنا نعمل كده فطار كده، طبعا كل دي اللحمه متهيألي كيلو وربع او حاجه، والكبده كيلو. قلنا علشان ايه، نفطر كده حلو، وبعد كده اعمل لهم احلى غدا. ننزل بمكعب مرقه خضار. الكبده ما بحطش عليها مرقه خضار يا بنات تمام. والكبده اصلا هتستوي دلوقتي واقفل عليها. نحط رشه قرفه بسيطه اللي هي ريحه بهارات اللحمه اساسي. شوف، يلا صلوا على النبي يا بنات، ما تنسوش تشتركوا في القناه وحطوا لي لايك وكومنت حلو منكم، بحبكم في الله. ننزل بشويه بقى كزبره وكمون. الكبده اساسها يا بنات وروحها كمون وكزبره، ايوه كده. ونقلب بقى.
انا قمت كمان الفطار ده جوزي بيحبه جدا، بيحب اللحمه البصل والكبده بتاعتي جدا جدا جدا، بيحبها، بيحب يفطر بيها يعني في العيد. فهو طلباته اوامر على راسي وعلى عيني. وطبعا احنا كمان متعودين هنا في عند ماما ان احنا بنجيب الكبده واللحمه نفطر بيها الصبح. نجيب بقى جوزة الطيب، انا جبتها فريش بصراحه وقلت ابشرها على اللحمه رشه كده. بقى ايه يا بنات، الصينيه دي وهم لما يكون عندك شويه حلويات او شويه دهن يعني، حطيه في معلش يا بنات، جوزي بس ندى عليا. نكمل بقى، نحط ايه، رشه اللهم بارك جنزبيل كده. دي كان اخر خطوه انا حطيت لها. طبعا حطيت رشه سكر بس مش عارفه هي بانت في الفيديو ولا لا. للحمه طبعا اللحمه طازه، احنا اللحمه لسه سخنه يعني، فاهمين يا بنات، ما خدتش سوا وصغيره يعني، اللحمه اللي هي ما خدتش وقت، وكانت زي العسل، كان زي العسل. الاكل فيه بركه. وحطيت كمان غسلت جرجير ومخلله خيار عند ماما، وحطيت لها عيش في التوستر عندها في الميكروويف. وكمان شطبت المواعين، لان طبعا انا عامله روتين لماما من 4 ايام، روقه لها البيت كله ومسحاه وغسله لها السجاجيد وكل حاجه عاملاه لها، فانا مش حابه ان انا ابوظ لها حاجه يعني بصراحه. بس ونقلب بقى، نقلب. شايفين الشكل يا لهوي بقى، الغموس شويه البصلايه اللي هي اتكرملت دي بقى بالعيش، جنان 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 جنان. انا كنت على فكره باكل هنا، انا بقول لكم في الحته دي كنت باكل. شفتوا بقى انا وصلت للون ده، البتاع ده ظبطتها. نحط لها بقى فحمايه كبيره، حطيت عليها شويه زيت عشان الفحمايه تدخن كده. ونروح برضو للكبده ونغطي عليها. والله العظيم هم اول حاجه قالوا لي عليها، قالوا لي ريحه الفحم في اللحمه تجنن، ريحه الفحم تجنن 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 تجنن. كانت زي العسل، كان زي العسل. حطيت بقى الطبليه بتاعت ماما بره، قلنا عشان نقعد براحتنا كده. حطيت الطبقين اهم، كل طبق فيه كيلو. وبعد بقى الفطار طلعت فواكه وحطيت ترمس وعملت شاي لجوزي. ويلا اشوفكم في فيديو جديد.